يوم جديد كله حياة، شمسه بتبتسم وناس وهوا، والعصافير بتغني في سماء غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب، ويلاقي نصه التاني يروح معاه ويملى الحياة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده ده تاني يوم منشرت الغلة فيه. طبعا أول ما صحيت من النوم طبعا طلعت فردت الغلة كلها عشان تاخد الشمس من أول اليوم، فهي قعدت يومين على السطح. بعد كده نزلت طبعا حطيت لي طير أمي، ده طير أمي لأن أمي ما كانتش هنا يومها، كانت عندي خالتي وكده، فحطيت له الطير زي ما انتم شايفين كده. البط والفراخ دول بياكلوا برسيم متخرط على رجيعة، وحطيت لهم مية وفتحت الشبابيك بتاعت البيت بتاعت بيت امي يعني. وبعد كده طلعت الفرش على طول، يعني نشرت الغلة وفي يعني فردت الغلة في اليوم ده، وبعد كده طلعت الفرشة وظبطت الدنيا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده فتحت طبعا الشبابيك بتاعتي وهغير الملايات، ويعني ايه، احاول على قد ما اقدر اطلع الطاقة السلبية او الهواء الوحش اللي في الشقة وكده. اهو زي ما انتم شايفين، ده كانت اوضة محمد ابني، برضو طلعت الطقم السرير والدفاية، وده الانتريه برضو عدلته وكانت الارضية نظيفة. وتاني يوم على طول برضو او تالت يوم بكتيره طلعت السجاد كله، وان شاء الله يعني هنزل لكم الفيديو بالتفاصيل دي كلها. خلونا بس دلوقتي ايه في الشقة والغل. اهو زي ما انتم شايفين انا بعمل المراتب كده على طول عشان تتهوى، يعني بقلبها. اهو زي ما انتم شايفين، وفتحت الشبابيك وهغير اللطجم بتاعت السرير وكده. كده بعد ما هويت الشقة وغيرت الملايات طلعت الغلة زي ما انتم شايفين، هي كنت فرداها يعني عشان ما تهوش مني. فردت الغلة الاول وبعد كده طلعت حطيت لي طرقم، وبعد كده جيت طلعت الفرش. ده كده بعد ما طلعت الفرش وخلصت كل اللي ورايا، طلعت بقى عشان ايه اقلب المخدات والبطاطين واقلب الغل. كده خلاص كنا اخر اليوم بعد ما قلبتها كذا مرة يعني، والغل نشفت خالص والبطاطين بتاعتي قلبتها وكده. كان اليوم ده كانت الشمس فيه حلو، فاستغليت الموضوع يعني. هو صحيح تعبت بس الحمد لله يعني انجزت. كده خلاص اهو الغلة خدت يومين، لان احنا طبعا في فصل الشتاء، فالشمس ما بتبقاش حامية قوي زي ما نكون احنا في الصيف. ودي الفرشة بتاعتي وبتاعت اوضة محمد ابني، يعني بفرشة السرير الكبير وفرشة السرير الصغير. فقلت اطلعهم بالمرة، والشمس كانت حلوة في اليوم ده، وساعة النزول بقى النزول سهل اهو زي ما انتم شايفين، وكان الجو حلو. بعد كده غيرت طقم السرير طبعا، كنا حوالي الساعة 2 أو 3 كده بكتيره. غيرت طقم السرير وفرشت أوضة محمد ابني، يدوبك ايه مستنية بس ايه الفرشة تنزل من تحت وخلاص. وبالمرة هي تنفيضة يعني بمناسبة يعني شهر رمضان وكده، وفي نفس الوقت يعني هي نظافة وتطلع الطاقة السلبية شوية. كده خلاص فرشت طقم السرير وحطيت عليه الدفاية، فاضل بقى البطاطين. كنا ساعتها حوالي العصر تقريبا اهو زي ما انتم شايفين. حماتي هزت الغلة، وهسيب لكم المقطع بتاع هز الغلة دي في اخر الفيديو عشان تتفرجوا فيه براحتكم. ونزلت الغلة انا وسلفتي. بعد كده اللي هي البطاطين دي هنزلها لسلفتي في بلكونتها، وبعد كده سلفتي تنزلها لي في بلكونتي، لان كانت الصراحه كنت تعبت من ما نزلت الغله وطلعت ونزلت وطلعت كذا مره بالغله وكده، فتعبت. فنزلتهم لها في البلكونه بتاعتها، وانا هنزل البلكونه بتاعتي تحدفهم لي في البلكونه. اهو زي ما انتم شايفين كده حطيتهم كلك في الانتريه، بس كانوا متحمصين وكانت ريحتهم زي الفل.
اهو كده خلاص. هبدأ بقى ايه افرش السراير كده اهو زي ما انتوا شايفين. كده فرشت السراير وحطيت برضو المخدات مكانها وكده. هقفل بقى الشبابيك وبس. هفرد البطاطين على السراير عشان هي كانت سخنة، ففردتهم يعني عشان يكون السرير دافي وكده. كده خلاص فردت الأوضة بتاعتي اهو. ودي برضو أوضة محمد ابني، حطيت البطانية وفوقها اللحاف زي ما انتوا شايفين. هسيبكم بقى تستمتعوا بهز الغلة الحلو. كل سنة وكلكم طيبين، يا رب ينعاد عليكم الأيام بخير. احنا بنغسلوا الغلة يعني بنغسلوا الغلة على طول يعني، بس الغلة دي المرة دي قبل رمضان عشان ايه بنخبزه أكتر في رمضان وكده، بنعمله رقاق عيش كده يعني. وفي نفس الوقت والدنيا يعني ما نخلصوش دقيق وما يكونش عندنا دقيق. فاهمين قصدي؟ يعني يكون عندنا دقيق على طول، لان احنا ما بنستغنوش طبعا عن نخبز رقاق عيش بكاكين كده يعني. مش هرغي معاكم كتير، هسيبكم بقى تستمتعوا مع الفيديو ده. بس انا مش مسرعاه خالص، سايباه زي ما هو عشان ايه الناس اللي حابه تشوف الموضوع ده، الناس اللي حابه تتعلم وكده. يلا سلام.